المرأة السريانية تمثيل إرادتها ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأصبحت الرئيسة المشتركة والنائبة، وشاركت في كل مناحي الحياة من أجل بناء مجتمع حر ديمقراطي تعددي بمشاركة المرأة مناصفة، ولتكون هذه الإدارة بداية ونموذجا لسوريا المستقبل وحلا لكل شعوب الشرق الأوسط. وانطلقت المرأة السريانية من خلال إيمانها المتجدد بدور المرأة في البناء ومواجهة التحديات التي خلفتها ظروف الحرب القاسية التي مرت على الوطن السوري، وقدرتها وطاقتها اللامتناهية على العطاء، وحققت الكثير من المكتسبات. ودورنا كنساء سريانيات علينا أن نعمل وننطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في هذه المرحلة الهامة والحساسة، وأيضا علينا اختيار شكل مساهماتنا الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة التي تتصاعد فيها الضغوطات المعيشية على الجميع. وعملنا اليوم بالرغم من قساوته ومرارته سيحقق هدفنا وحلمنا الوطني التقدم الديمقراطي، وستنعم المرأة السورية عموما والسريانية خصوصا بحقوقها كاملة أسوة بالبلاد المتقدمة. وأخذنا عهد على أنفسنا أن نستمر في مسيرة المرأة المناضلة ونقدم التضحيات، ونحن الآن في طريق النضال الاجتماعي لتحقيق الالتزام المجتمعي الكامل بالمساواة بين الجنسين لتعزيز حرية المرأة. فلا حقوق تؤخذ دون العمل الجماعي ودون مشاركة المرأة. إحضار المرأة في ديريك وقبر حيوري، فتح روضة في قبر حيوري، فتح دور المرأة في فرعية القامشلي. وشكرا.